الاشتراك اضغطوا على سبسكرايب واضغطوا على الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتنا. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على لايك، ولمشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم المرجو الضغط على شير أو بارتاجي. إذا عندنا شوكولا ديال الحلويات، عندنا 27 قطعة بحال اللي كتبت لكم في أول الفيديو. عندنا 40 غرام ديال الزبدة لينة، عندنا سكر خشن 2 معالق، عندنا حليب أنا قيست بكاس العنبة، جاني كاس وربع ديال كاس العنبة، عندي 2 معالق ديال مايزينا، عندي نكهة الفانيليا، وعندي نسكافيه هو اختياري. إذا لنبدأ على بركة الله. اذا اول حاجه غادي نبداو بالشوكولا اللي غادي ندوبوه في حمام مريم بطريقه كيعرفها الجميع. اذا غنوضعوه في حمام مريم ونرجع لكم. اذا هذا هو الشوكولا ديالنا، كنعملوا فيه القطعه. انا قطعت الزبده على 3 قطع، قطعت واحد طريف صغير والباقي قطعته على 2. الان عملت النصف الاول وكنخلطوا الزبده حتى كتندمج مع الشوكولا مزيان. وها هي دابت. اذا غادي نضيفوا الجزء الثاني ديال الزبده، ودابا غادي ندوزو للحليب. غادي نخدموا عليه، كنعملوا الحليب وكنضيفوا عليه النشا اللي هو قلنا ملعقتين. غادي ندوب هذا الجزء هذا، عاد نزيد الملعقه الثانيه. كنضيفوا الان السكر، كنعملوا الملعقه الاولى ندوبوها، وعاد كنضيفوا الملعقه الثانيه. اذا والان كنزيدوا نسكافيه، هذا اختياري، نتوما ليكم تعملوا اي نكهه، ممكن تعملوا كاكاو لما لا. بنتي شيماء مشجعاني. اذا نبقاو نحركوا حتى تتجانس جميع العناصر. غنزيدوا فاني، نكهه فاني. انا كتعجبني فاني، تقدروا ديروا نكهه الفستق او نكهه اللوز او اي نكهه كتفضلوها. المهم انا درت فاني لانه رخيص، خنيشه بدرهم. كنحركو مزيان. وكنعملوها في الاناء اللي غادي يكون على النار، نحركوا القاع مزيان. ما نخلي والو في الاناء، وراه هذا الشيء بالقياس. ونعملو فوق النار. اذا ملي نعملو فوق النار ما غادي نخليوهش حتى يغلى، غير شويه، غير يسخن، غير شويه. نخلطو باش تذوب نسكافيه النشا باش ما يتكورش. اذا حيدنا الشوكولا ديالنا على النار من حمام مريم، بقات شويه الزبده ندوبوها، وكنضيفوا عليها الخليط ديال الحليب مع النشا والسكر والنسكافيه.
كنخلطو ملي حيتهم على النار ونفرغو بشويه بشويه باش ما تقطعناش لاباط ديالنا، غير بشويه بشويه، ما كنديروهش مره واحده. مهم نخلطو باش ينسجموا العناصر. ما نساوش القاع لان راه الخليط ديالنا نرجعوه على النار ايضا. نرجعوه في نفس الانيه بلا ما نغسلوها، راه فيها الحليب ما فيها شي حاجه. ها هو الخليط ديالنا على النار، كنعملوا النار مهيله بزاف باش ما يتحرقناش القاع ونبقاو نحركو. هنا ملي غلا وبدا كيتقال كيبقى يعمل فقاعات، هنا كنكونوا تاكدنا انه راه وجد. بهذه الطريقه هذه كيدير خيوط، وكنعملوا قطعه من الزبده في الاخير باش كتعطينا غير لا بريونس. اذا غنفرغوا الخليط ديالنا كله في زلافه او زبديه. كنخلطوه شويه، ما كنستعملوهش ديريكت، لا كنخليوه حتى الغدا ان شاء الله في الثلاجه. كنغطيو الاناء بشي حاجه. ها هو في الصباح خليته حتى الغدا في الصباح. هذيك غادي نعمرو في القرعه ديالنا ديال الزجاج، راها معقمه. ان شاء الله نعمل لكم شي حلقه خاصه بتعقيم القراعي. كتشوفوا التكستور ديالو او القوام ديالو هائل هائل ما شاء الله، جا زوين بزاف. اللي بغى يزيد مثلا كاين اللي كيدير بسكوي في الاخير، تقدروا طحنوا البسكوي اللي كيعجبكم وتزيدوه. تقدروا تزيدوا البندق او زرز اللوز كذلك، تعملوه في الفران حتى يتحمر وطحنوه وتخلطوه مع الخليط، حتى هو كيعطي نكهه اخرى. بحق حنا عملنا شي حاجه اللي هي اقتصاديه وسهله بزاف، انا كنستعملو هكا. المهم هذه هي القاعده. نتوما الاضافات نتوما حرين، كل واحد على حسب الذوق ديالو. راه اذا جربتوها غتعجبكم بزاف غادي تبقاو ديروها ديما. اذا عطاتني حسب اللي عندي في القرعه 430 ديال الغرام، لكن انا ما سبحان الله ما عنديش القرعه عامره كيف ما كتشوفوا، راه ماشي عامره بزاف. قول عندي واحد 400 غرام. اذا غنوريكم كيف كتجي في الدهين. انا كنقرب لكم من الكاميرا باش تشوفوا التكستور ديالها او القوام. الان هي واجده. درتها على واحد
القطعه من الملاوي. دابا نعمل لكم حلقه خاصه ديالهم ان شاء الله. اذا القوام ديالها كيجي شبيه بالقوام ديال الشوكولا الدهن اللي كيتباع. كتجي هائله لذيذه بزاف. كتشوفوا كيف كتبري. اذا كنتمنىكم تجربوها وتعجبكم.